بعد ما الماتش ما خلص، يعني بعد ما ماتش سيراميكا ما خلص، بقلب عادي، اقسم بالله بقلب عادي ومالية نفسي اعمل اي حاجه، بقلب عادي في التليفون، واحد طالع يقول لك ايه: الاهلي يبحث عن العداله والاهلي ظلم. الاهلي ظلم ايه يا عم؟ انت اللعيبه رايحه في 60 داهيه تقول لي اللعيبه ظلم، الحكم ظلم؟ الحكم ما ظلمش حاجه، الحكم ضعيف، ضعيف ان هو يمسك مباراه زي دي معاك، وكان الماتش واقع منه على طول معاك. بس انت النهارده ما اتظلمتش في حاجه، عادي. في حاجات ما حسبتهاش لسيراميكا، في حاجات ما حسبتهاش للاهلي. الكره بتاعت ضربه الجزاء اللي كله هيطلع يتكلم فيها، اقسم بالله الكره ما ضربه جزاء وما تستحقش ان هي تبقى ضربه جزاء. الكره ما تستحقش ان هي تبقى ضربه جزاء. طلعوش تزيتوا لعيبتنا وحشه. خليك كده اهلاوي بتفهم، وقول اللي ليك واللي عليك. احنا لعيبتنا وحشه. عندك لعيبه ما تستحقش ان هي تقعد في النادي الاهلي. عندك لعيبه كتير جوه النادي الاهلي مش هتديك اي حاجه خالص. الفتره الجايه غربله للفرقه كلها. يغور بقى الدوري السنه دي، مش خلاص هو كده كده الدوري بيك، او يعني غصب عنك، هو الدوري رايح خلاص. انت مباراه النهارده دي بالتعادل، انت هتستنى الزمالك يقع، والزمالك مش هيقع. الزمالك مش هيقع عشان لعيبته رجاله، عنده لعيبه رجاله بتلعب عشان خاطر تيشيرت نادي الزمالك، فعشان كده اللعيبه مش هتقع. لكن انت عندك لعيبه كسر، وما تسموش لعيبه، سموا كسر لعيبه. فالخلاصه ما حدش يطلع يزيد، ما حدش يطلع يزيد يقول لك اصل الاهلي ظلم تحكيميا. لا، الاهلي ما اتظلمش تحكيميا، والماتش النهارده كان كويس. في حاجات ما حسبتش لسيراميكا وفي حاجات ما حسبتش الاهلي، فعادي الماتش فير يعني خالص. احنا اللي وحشين، احنا اللي وحشين. الجون بتاع ياسر ابراهيم ده جه عشان يطفي نار الجماهير اللي في الملعب، ولا اكتر ولا اقل. لكن النهارده، انت النهارده الكورتين بتوع سيراميكا لو كان الولا ركز فيهم اقسم بالله كنت تطلع 3-1. انت ما فيش كوره جت. انت ايه جاي بتتكلم على ضربه الجزاء؟ هي دي بس اللي بتتكلم فيها؟ انت ما روحتش اصلا. يعني عملت على محمد بسام هجمه تقول احنا رايحين بهجمه. ده لولا ياسر ابراهيم، هو حلو في الحته دي وحط وش رجله وراحت الكوره، ولا اكتر ولا اقل. ما تطلعش تزيد وتقول احنا ظلمنا تحكيميا عشان شايف في زيطه، في زيطه من ناس اكونتاتها كبيره كمان قوي على التيك توك يعني اصلا يعني بتزيد وتقول لك الاهلي ظلم تحكيميا. لا، الاهلي ما ظلمش تحكيميا، والاهلي ما عادي، الماتش عادي خالص، في حاجات هنا وفي حاجات هنا. ما تطلعش تزيد. قول انت لعيبتك وحشه، قول ان فرقتك وحشه، عادي. وده اللي احنا كلنا شايفينه. الاهلي مش حلو، الاهلي وحش ولعبته وحشه. وخليك راجل فير كده، وخليك حامي كده. ما احنا كان في مواسم بتيجي على النادي الاهلي وحشه، عادي بنطلع نقول نتكلم نقول الاهلي وحش. ما تبقوش منافقين. الاهلي وحش. ما تطلعش تقول الاهلي ظلم تحكيميا. انا شايف النهارده الحكم عادي خالص والدنيا زي الفل، والدنيا زي اقسم بالله ساعه ضربه الجزاء قلت لو اتحسبت هتبقى ظلم لسيراميكا. كرة ما تحسبش بصراحه ضربه جزاء. فبس بقى ده من ضمن الحاجات اللي ايه، في شويه اهلاويه كده بيزيطوا فيها يعني.